عاجل: تحرك دبلوماسي قوي بين المغرب ومصر، ورسالة من السيسي إلى الملك محمد السادس. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، المرجو الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب حتى تتوصلوا بكل الأخبار الحصرية المغربية. دعا المغرب ومصر اليوم إلى الضرورة التوصل الفوري على اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ كافة بنوده، بما يضمن التدفق السلس والكافي للمساعدات الإنسانية، ويمهد إلى إعادة الإعمار والانطلاق نحو حل سياسي دائم في إطار حل الدولتين. جاء هذا الموقف خلال مباحثات أجراها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة مع نظيره المصري بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، وذلك في العاصمة الرباط، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات اهتمام مشترك. وخلال الاجتماع جدد الوزير الموقف بلديهما الداعم لحقوق المشروع للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. وفي السياق ذاته سلم الوزير المصري لنظيره المغربي رسالة خطية موجهة إلى الملك محمد السادس من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكدت على حرص قيادتنا على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أوسع من التعاون والتكامل. وعلى المستوى الثنائي أشاد الوزيران بمتانة العلاقات التاريخية بين المغرب ومصر، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما عبر توسيع الشراكات بين القطاعين الخاصين وفق مقاربة رابح رابح. كما اتفق الجانبين على إحداث لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة على مستوى رئيس الحكومتين تضم وزراء من قطاعات مختلفة وتجتمع بالتناوب في الرباط والقاهرة، إضافة إلى عقد الدورة الرابعة لآلية الحوار والتنسيق السياسي والاستراتيجي بالقاهرة خلال هذه السنة. وفي تصريح للصحافة أبرز الوزير المصري التزام بلاده بالمبادئ التي تحكم سياستها الخارجية، كما وردت في البيان المشترك الموقع في 10 ماي 2022، لا سيما احترام سيادة الدول ووحدتها الترابية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والعمل على تحقيق التنمية والأمن والاستقرار.